يا ترى الهدية اللي لو جبتها لأنثى برج الدلو تدخل قلبها من أوسع الأبواب؟ أول هدية تفكر فيها مع أنثى برج الدلو الكتب. ست عندها وجهة نظر في حياتها، بتحب العلوم والفنون، بتحب الكتب الاجتماعية، فهدية الكتاب دي واحدة من أهم الهدايا اللي تفكر فيها. لكن ابعد عن الهدايا أو الكتب، نوعية الكتب اللي فيها روايات أو قصص، مش بتحب الكلام ده أوي. ركز على الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية. بفكر عنوانها دايما في فيديوهات الأبراج علشان اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت. الهدية بتمثل للست حاجتين، إنك لما بتشتري حاجة من جيبك، طلع فلوس وتشتري حاجة للست من جيبك، دي حاجة مهمة جدا 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 للست، وما تسألنيش ليه. والنقطة التانية والأهم، إنك لما بتجيب للست حاجة هي عايزاها أو حاجة في دماغها، فده معناه بالنسبة للست إنك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. أنثى برج الدلو بتهتم بأناقتها، لكنها بتحب تظهر بأسلوب كلاسيكي. يعني ممكن تجيب لها جاكيت، ممكن تجيب لها بنطلون، بتحب اللبس الكلاسيكي قوي. لو ركزت على النقطة دي في اختيارك لللبس، وخصوصا مثلا لو جبت لها مثلا أزرق أو رصاصي أو أسود، دي ألوانها المفضلة، يبقى النوعية معاك والألوان معاك. لو جبت هدية بالطريقة دي هي ما بتتبعش الموضة، عشان كده ركز دايما على الحاجات دي في اي وقت، مش لازم تواكب الموضة معاها وانت بتشتري لها ملابس. دي هدية قوية جدا هتأثر فيها وهتكسب قلبها من أقصر الطرق. بتحب الاكسسوارز جدا، لكن الاكسسوارز المميزة الغير تقليدية. هتلاقي حاجات شبه الشغل الأفريقي، بتميل قوي للنوعية دي وبتحبها وبتفضلها. ما تروحش بقى للحاجات اللي هي، وممكن لو حاجات عصريه قوي وحديثه قوي دي برضو تجيب معاها. اما الحاجات اللي في النص من الاكسسوارز لا، ما تجيبهاش. ما تفضلش الاجهزه الالكترونيه الحديثه، وبرغم ذلك هتلاقيها حاجه زي كده. يعني ممكن تجيب لها ايباد، ممكن تجيب لها موبايل، ممكن تجيب لها كاميرا، ممكن تجيب لها جهاز GPS اللي هو ممكن تحطه في العربيه. بتحب التحدي في الحته دي تحديدا، عشان كده لما اجيب لها هديه زي كده انت بتخطف قلبها وبتصير فضولها. وانثى الدلو ليها اهتمامات انسانيه وحيوانيه كمان. بتحب قوي الجوانب الانسانيه، بتحب تساعد الناس، بتحب تقف جنبهم، بتحب تهتم حتى بمشاكل الحيوان. فانت لو جبت لها هديه خاصة بالخط ده أو بالشق ده، زي مثلا إن أنت توديها مثلا حديقة فيها، يعني حديقة فيها حيوانات أو مكان فيه حيوانات، دي هتبقى هدية كويسة جدا. ما تستغربش إن أنت لما تاخدها توديها في مكان فيه حيوانات، دي حاجة هتأثر فيها أو هتنبسط منها. طبعا هي لها طريقة تفكير مختلفة شوية. هم ناس عندهم فكر، عندهم رؤية، عندهم جانب إنساني ومعنوي كده في النقطة دي تحديدا. تفهمها واعملها زي ما هي كده وانت هتكسب قلبها. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس واشترك في القناة، ولو في أي حاجة اكتبها في الكومنت تحت وأنا هرد عليها. ويا ريت نشير الفيديو لأكبر عدد من صحابنا علشان يستفيدوا بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.